السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. بالرغم ان انا منقطع وعندي وقت ضيق جدا اليومين دول وما عنديش وقت خالص اطلع، لكن انا عملت الفيديو ده النهارده مخصوص لما لقيت السوق مكمل صعود. لان بعض الناس تقول لك ايه، بص المحللين بيغيروا رايهم لما يلاقوا الدنيا مش عارف ايه، بص اول ما حد يلاقي حاجه يقوم مش عارف. انا بقى النهارده طالع قاصد رغم ان انا مزنوق في الوقت النهارده علشان اقول لكم ان انا رايي هو بغض النظر عن ما يحدث. السوق النهارده بيطلع وانا ما زلت عند رايي. وعلى فكره انا حاجه تسعدني ان الناس متفائله بحال البلد وبالاقتصاد والبورصه والكلام، شيء جميل جدا بالنسبه لي. لكن زي ما قلت في مليون فيديو قبل كده، نزول البورصه ممكن ما يكونش له اي علاقه باي مشكله عندنا. ما هو انت البورصه طلعت جامد، هتصحح امتى محدش عارف. خلاص طيب، رايي ما زال هو السوق طلع النهارده، السوق طلع امبارح، السوق بيطلع بقاله اسبوعين، السوق هيكمل طلوع الشهر الجاي. رايي ما زال هو ولم يتغير. ليه لن يتغير؟ لان انا ما ببصش تحت رجلي. في واحد النهارده ايه ده، طب انا كان المفروض اشتري الاسبوع اللي فات. انا ما ببصش تحت رجلي، انا ببص قدام. اخر السنه انا عامل ايه، واخر السنه الجايه انا عامل ايه، والخمس سنين كلهم على بعض عامله ازاي. ممكن امشي باستراتيجيه متهوره وما اضيعش ولا مكسب، وهتبهدل. مش هتبهدل السنه دي، هكسب السنه دي. السوق ما هو بيطلع وجميل وزي الفل اهو. هقوم جاي السنه الجايه متشلفط. لازم تفكر لقدام. انت مستثمر، ما ينفعش تفكر في النهارده، ما ينفعش تفكر ال 10000 جنيه النهارده. يعني ما خليتهاش 12000 جنيه ليه في خلال اسبوع. مفيش الكلام ده. بورصه يعني استثمار طويل الامد، حضرتك ماشي على استراتيجيه رابحه على مدار السنين. علشان كده دايما المقياس بالنسبه لي عملت ايه في اخر 5 سنين. اخر 5 سنين حصل لك ايه. لو كسبت كويس جدا في سنه وخسرت وحش قوي في سنه، وكسبت هنا وخسرت هنا، انت ماشي غلط. لو الاستراتيجيه بتاعتك مش رابحه على مدار ال5 سنين، كده حضرتك عندك مشكله كبيره. وعشان كده انا النهارده بطلع اقول لكم ليه انا مصمم على رايي. لان رايي ده معتمد على استراتيجيه طويله الامد. افوت مكسب النهارده، افوت مكسب بكره، افوت مكسب الشهر الجاي، وهفوت مكسب لاخر السنه. يا عم مش عايز مكسب بعد السنه اللي بعدها عمل 50%، 20 السنه دي على 50 السنه الجايه يبقى 70، متوسطي 35. في حين ان واحد عمل السنه دي 60 وخسر السنه الجايه نص فلوسه. عمل ايه؟ ما عملش ولا حاجه. بورصه يا جماعه يعني كسبان على مدار السنين. الوقت بيعدي فلوسك عماله تزيد. قيس كده حضرتك يوم ما دخلت البورصه دخلت بكام؟ دخلت ب 100000 جنيه، دخلت ب 120، ده مش مهم دخلت بكام، دخلت ب 10000 جنيه. بقوا كام بعد 5 سنوات او بعد 3 سنوات؟ مبلغ زاد ولا قل؟ زاد، بيزيد بانتظام سنويا، حضرتك ماشي زي الفل. بالتالي باكد على الموضوع، رايي ثابت. بالنسبه لي ما يحدث طبيعي ان انا افوت مكاسب علشان اقتنص الفرص المظبوطه اللي تخليني بكسب باستدامه على المدى الطويل. شكرا يا جماعه، ان شاء الله الواحد يحاول ما ينقطعش اكتر من كده، وباذن الله اكون معاكم دايما. يعني كتر خيركم، مع السلامه.